في ناس كتير بعد ما بتخلص الصورة ما بتعرفش تعمل عليها شغل، فأنا دلوقتي رفعت الصورة على جات بي تي بقول له عامل الصورة دي بشكل احترافي وحافظ على الكلام، بس تكون الصورة مصورة تشد المشاهد. بعد ما نزلنا تحت خالص ادي الصورة بتاعتنا اهي. طبعا لما اجي اعمل الصورة مصغرة احطها على اليوتيوب هتطلع صغيرة، فاعمل ايه؟ انا دلوقتي اهو هنزل الصورة على التليفون. هي دلوقتي كانت الصورة بتحمل، بعد ما الصورة هتحمل على التليفون تم حفظ الصورة، بقوم رايح على برنامج كانفا، بكتب فوق هنا صورة مصغرة يوتيوب. هو هنا بيجيب لك التصميم. طبعا ده تصميم لو انت عايز تعمل تصميم بتعمله، لو عايز تحط الصورة وتكبرها عشان ترفعها برضو شغال. زي ما انت شايف هنا جاب لي تصاميم اهي. انا مش عايز تصميم، طب اعمل ايه؟ هاجي من على الجنب كده يا جماعة، اعمل تحميل الملف، وادي المعرض اهي الصورة عندي اهي، واعمل تم. اهي الصورة نزلت، احطها كده اهوت واقوم مكبرها. زي ما انتوا شايفين كده كبرت الصورة. ده مقاس اليوتيوب يا جماعة. اهي الصورة بقت معايا، أو فوق خالص هعمل حفظ. كده الصورة بتتحمل معايا زي ما انتوا شايفين. اهي مبتاخدش وقت يا جماعة، بس ايه، لازم تعمل الصورة كده عشان ترفعها عندك على الفيديو بتاعك. طبعا هي بتنزل دلوقتي اهي. بعد ما نزلت بقوم داخل على اليوتيوب، باجي عند الصورة اللي أنا عايز أغيرها اهي. بص الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي. بخش كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، هاجي هنا أقوله تغيير الصورة للصورة اللي احنا عملناها، وأقوم عامله تم، وأقوم عامل تم. كده الصورة اتغيرت زي ما انتوا شايفين الصورة هي عاملة ازاي. شكرا جدا.